أبناء الشباب في المهجر وفي الداخل وفي الأكاديميات والكليات وفي الجامعات. أنا حقيقة سعيد جدا أنه يعني الليلة قاعد مع أبهاتكم هنا في معايدة في القربة في مضيفتنا الجديدة في خشم القربة. أنا الحقيقة يعني يمكن بعض الأخوان تكلموا عن أنه يجب أن يكون في حلقة بتجمعنا مع الشباب. أنا أفتكر دي حاجة مهمة جدا جدا ونحن ما غافلين عنها. يعني أنا بفتكر الشباب ديل هم الامتداد الطبيعي للقبيلة في ترابطها وفي انسجامها في أطر البيت ده وفي أطر النظارة. أنا أتذكر أنه عملت محاضرة لأخواننا وزملائنا في أكاديمية نميري العسكرية الدفعة 20 الدفعة 22 لا قبلها دفعة 20 بتكلم عن الإدارة الأهلية ودورها. فقام حقيقة طرح سؤال من واحد من الأخوان، سؤال مهم جدا وحقوا الناس يفهموه يعني. قال لي يا أخي أنتوا الإدارة الأهلية دي من سنة 71 اتحلت، والآن الناس اللي حول الإدارة الأهلية هم الناس اللي في عمر 50 60 سنة، الناس اللي عاشوا الإدارة الأهلية كتنظيم وكواقع. الشباب ديل اللي أصلا لا عرف إدارة أهلية ولا حضر عمد ولا حضر شيخات، ده كيف أنت حتخليه يواصل معاك على أساس أنه يكون جزء من الإدارة الأهلية؟ هو لا يتفهم الإدارة الأهلية. في عنده سؤال جميل جدا، لكن أنا عاوز أقول لأبنائنا الشباب، أنا أجبت لهم بأنه أنا بختلف من النظرات الثانية. أنا عندي تواصل مستمر مع الشباب في الجامعات، في المعاهد العليا، في التخرج، في كل مناسباتهم الاجتماعية. ما زلت الحمد لله متواصل مع الشباب في كل الجامعات الموجودة في السودان، حتى كمان بور السودان، القضارف، كسلة، الجزيرة، جامعة النيلين. كل الجامعات دي أنا معاها تواصل في كل مشاريعنا الثقافية والأدبية، وبالتالي بفتكر أنه علاقتي مع الشباب ما انقطعت. وغير ده أنه نحن بنختلف، نحن عندنا إرث كقبيلة الشكرية، أنه أبنائنا بيتعلموا بيرضعوا من أبهاتهم تاريخ القديم وانتمائهم للبيت وانتمائهم للأسرة وانتمائهم لقيادة القبيلة، لأنه قيادة القبيلة دي لو انفرطت في يوم من الأيام أصبحت القبيلة دون هادي، هي بتصبح الآن مشتتة وما عندها شيء يجمعها. وبالتالي الطالب بيكون هو تغذى من أبوه بأنه هو والله يعني بيتكلم عن أنه هو تعلم في فترة الإدارة الأهلية، هو قرأ في فترة الإدارة الأهلية زي ما ذكر أخونا حسب الرسول حسب الله. فده الحقيقة يا إخواننا الجيل اللي نحن عاوزينه. أنا أتمنى أنه من أبنائنا الشباب ما ينفصلوا، ده الوقت المفترض نحن نكون نتلاقى فيه ونجتمع فيه، حتى أنه نحن نحملكم المسؤولية دي، لأنه نحن حسب بهاكم اللي قاعدين ليه كلهم ما فوق 50 عاما. يعني يمكن بعد ده بيحتاج أنكم تواصلوا المسيرة دي بنفس الفهم بتاع التاريخ والإرث اللي خلوا لكم أبهاتكم. عشان كده ما تنقطعوا مننا، نحن متاحين في أي وقت عبر وسائل التواصل، متاحين عبر اللقاءات، عبر المحاضرات، عبر كل، حتى إن شاء الله في أركان النقاش في الجامعات أنا ممكن أجي أحضر معاكم وأوريكم تاريخكم وتاريخ قبيلتكم وتعاضدكم وتكاتفكم، حتى أنه لا تنفصل السلسلة دي من القبيلة دي يا أخواننا منها هي 500 عام مترابطة، وما دارين في فترة من الفترات نفقد الحلقة دي وتنفرط الأمور في زمن صعب جدا، في زمن فيه يعني خطورة على المكون، حتى المكون الموجود نحن هسه نحن موجودين له. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.